أكاديمي إماراتي يستهزأ بمصر والأردن في سياق افتخاره بتحالف بلاده مع الهند، ويقول حرفيا أن الهند لديها قوات مسلحة تقضي على المسلمين في ثوان. تابعوا هذا الفيديو. الهند دولة كبرى، الهند مش مصر، الهند مش الأردنيين، الهند دولة كبرى فاق عدد سكانها المليار. الهند لديها قوات مسلحة تقضي عليكم في ثواني. الهند تستطيع أن تحتل منطقة الخليج كاملة. الهند لديها علاقات استراتيجية قوية جدا مع إيران ومع إيران والصين وغيرها من الدول والولايات المتحدة. في معهد دراسة سياسات الدفاع الهندية جسد سينغ، في نهاية المحاضرة جاءنا وزير الخارجية ليلقي علينا كلمة. من هذه الكلمة أكد على أهمية الجالية الهندية في الخليج، وأنكم يجب أن تهتموا بهذه الجالية. منذ فترة تقدم القنصل الهندي في دبي للحكومة في دبي، قالوا يجب عليكم تجنيس الهنود. كنا في حفل عشاء، وقف معي واحد من المسؤولين الهنود في البحرية الهندية، قال كنا في بارجة من البوارج ندخل مضيق هرمز، وبالتواجد الأمريكي الكبير في المنطقة سئلنا عرف نفسك، على أساس أن هذا عدو أو صديق. قال ما رديت على الأمريكان. سألوني مرة ثانية، قال عرف نفسك، منذ متى أنت هنا؟ ما رد عليهم الأخ الأدميرال المسؤول عن القطعة البحرية الهندية. وأخيرا قال منذ متى أنت هنا؟ رد عليهم قال أنا موجود هنا قبل مولد المسيح، وهذه المنطقة تتبع لنا. شركات الحراسة اللي موجودين في جبل علي وفي بنايات أبو ظبي الشامخة من الجيش الهندي، نسبة كبيرة منهم يعملوا في الجيش الأجنبي. أن هناك على الأقل في دولة الإمارات 110 مدارس هندية، منها مدرسة واحدة فقط فيها عدد طلاب وطالبات أكثر من جامعة الإمارات، يداوم فيها في الفترة الصباحية 7000 طالب وطالبة، وفي الفترة المسائية 7000 طالب وطالبة. يعني أنا ما أتكلم من فراغ ولا من خيال، أنا أتكلم عن حقائق. حقائق إذا أصبح هناك جيش هندي وأصبح هناك عمالة هندية وأيدي عاملة آسيوية تصل إلى 66%، ما هي النتيجة؟ يعني بالمعنى العامي وين رايح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أترك لكم التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.